لو عندك زيتون اخضر وعايزه تعملي مخلل في البيت ويطلع مقرمش وطعمه زي بتاع المحلات، ما تفوتيش الطريقه دي. يلا بينا. معانا هنا حوالي 2 كيلو من الزيتون الاخضر والفلفل، ومعانا هنا حوالي 3-4 جزرات مبشوره زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ومعانا هنا هريسه انا عاملاها في البيت يا جماعه، عايزه تجيبيها من المعلبات عادي مفيش مشكله. باخد حوالي 2 معلقة كبار زي ما انتم شايفين، وبحطها على الجزر المبشور عندي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا ورقتين من ورق الغار او ورق اللورة. وفايدة الورق اللورة ده ان هو بيحفظ الحاجة. ومعانا هنا حوالي ربع كيس ملح صغير، طبعا لو عايزاه حادق كتري ملح. ومعانا هنا عصفر، معرفش في البلاد التانية بتسموه ايه، لو بتسموه حاجة غير كده ممكن ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات. وابدأ ان انا اخلط كل دول مع بعض زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بيتهيأ لكم ان الكمية قليلة، بس هي خالص مش قليلة خالص. واجيب بقى الزيتون، بكون غسلاه غسلة كويسة جدا هو والفلفل، وابدأ ان انا اضيفه في الخليط بتاعي بالشكل ده اهو، شوية فلفل شوية زيتون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وافضيه كله من غير اي سوائل بالشكل اللي انتوا شايفينه. وابدأ ان انا اقلبهم واخلطهم كويس جدا بالزيتون مع الخليط بتاعي دوت. طبعا مش هنسى اقولك ان دي اسهل طريقة لتخزين الزيتون زي ما انتم شايفين كده من غير اي مرارة، وطريقة حلوة جدا وطعمها بيبقى مظبوط. اعتمدوا الطريقة دي. طيب انا عندي هنا بقى علب نظيفة جدا ومتعقمة كويس جدا، وابدأ ان انا احط الزيتون معايا بالخليط زي ما انتم شايفين بعد ما دمجتهم مع بعض. وابدأ ان انا اعبيهم في علبة عندي تكون نظيفة ومتعقمة زي ما قلت لكم بالظبط بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. واحط شوية خليط لو في شوية خليط او الخلطة بتاعتي ديت. طيب انا عندي هنا ليمون، الليمون ده انا عاملاه زي سليق كده على النار عشان يديني جوس. واحط شويه بقى من اللي انا عصراه، طبعا ما برميش اي حاجه. واحط شويه من الزيتون برضو عليه، وابدا ان انا اكبس الخليط بتاعي. طبعا الليمون بيدي للزيتون مزازه يا جماعه خطيره اهو، ده زي قشر الليمون كده. طبعا كنت عصراهم كلهم وحطيتهم على النار اهو زي ما انتم شايفين. خطير يا جماعه خطير. طبعا اصلا لما يستوي مع التخليل ده بيتاكل على فكره، اوعي ترميه برضو. طيب ده العصير الليمون اللي طلع من الليمون اللي انتم كنتوا شايفينه. طيب بفضيه كده في طبق تاني عشان قسمتهم على البطرمانات اللي عندي. واحط برضو شويه ملح، شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، دي التكايه بقى والتركايه بتاعتنا، وشويه كركم. عايزه اقولك ان كل الكلام ده بيقدر يحفظ لي الزيتون لاطول فتره ممكنه في التخزين، وزي ما قلت لك بطريقه غير ان هي تكون فيها اي مراره بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بنزل الخليط بتاعي، طبعا هزود تاني، لازم اخليه عايم على الوش اهو. وبعد كده بضيف شويه زيت الزيتون. الحاجات دي كلها بتمنع ان الزيتون بتاعي او التخليل بتاعي يخش له اي دود او اي حاجه من اللي احنا عارفينها. وابدا بقى ان انا اجيب اي حاجه بلاستيكه او ستريتش، وابدا ان انا اغلف البطرمان كويس واقفله كويس جدا. طريقه القفل والغلق للحاجه المخلله بتحفظها كويس جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بحكم الغلق قوي بحكمها كويس جدا. عايزاكم طبعا تجربوا الطريقه دي بتاعه تخليل الزيتون المخلل، وتكتبوا لي في الكومنتات ان الزيتون عندكم بيطلع مقرمش وحلو من غير مراره ولا لا. وما تنسوش اللايك والشير، وتدعموني بكومنت